أي علامة تشوفها موطرة بإطار أحمر هي مانعة. العلامة الثانية هذا المثلث قاعدته إلى الأسفل هي علامة تحذيرية. العلامات الإرشادية، العلامات الإرشادية إذا نشوفها هي مربع أزرق أو مستطيل أزرق، في بعض الأحيان يكون أخضر، الطرق الخارجية يكون أخضر، هي علامات دلالة إرشادية، والمعنى بها أنه الاتجاهات باتجاه المحافظات باتجاه المدن هذه تشوفوها، أو مسموح الاستدارة، أمامك ساحة، هذه كلها من ضمن العلامات المرورية. إذن هي ثلاث علامات رئيسية، ثلاثة أشكال رئيسية. الشكل الأول المانعة، الدائرة الحمراء الموطرة بالإطار الأحمر. الشكل الثاني هو المثلث اللي قاعدته إلى الأسفل، هو تحذيري. الشكل الثالث هذا الشكل، وقد يكون بالطرق الخارجية بشكل أخضر، يعني اللون الأخضر. هناك أيضا علامات الأسبقية الصفراء، وعلامات الأسبقية عفوا نهاية الأسبقية تكون صفراء مربع أصفر، والأفضلية ليست لك، هي المثلث اللي قاعدته إلى الأعلى، يعني بالعكس مثلث أحمر قاعدته إلى الأعلى. هذه العلامات أبرز العلامات، أشكال العلامات. أنتم حفظوا الثلاث أنواع الأولى وامشوا بالطريق إن شاء الله سالمين، وما راح يعني تجدون أي صعوبة في فهم معنى هذه العلامة. شكرا جزيلا لكم. والعلامات اللي نلاحظها احنا بشوارع ابو نواس حاليا بالكراده بدأوا بنصبها، علامات جميله جدا حقيقه. وللمعلومات بالرغم من انه عرضنا في حلقه سابقه هناك تدمير لبعض العلامات مع الاسف من بعض النفوس الضعيفه، لكن تبقى العلامات وسوف تنصب هذه العلامات. اخواني الاعزاء، قبل 3 أشهر أو 4 أشهر كان هناك إشكالات أو شكاوي كثيرة في موقع الإسكندرية. موقع الإسكندرية الشركة العامة لصناعة السيارات وتسليم المركبات، كان المواطن يعاني بالبداية القرص وتوجيه القرص إلى مديرية المرور العامة وإدخاله يتأخر. أصبحت في موقع الإسكندرية والمواطنين بدأوا يشكوا من هذه. كانت هناك معالجات من قبل السيد مدير المرور العام والإخوان المسؤولين على هذا الموقع، ولذلك زرنا موقع الإسكندرية. تعالوا ويانا شوفوا موقع الإسكندرية حاليا. والله بالذات مره السنويات هذا نستلمها برا، يعني سحب الاسماء وكل من وصل بيده، فسلمت الوصولات وصار لنا هاي تقريبا بالساعه ونص. ولو يطلع تطلع السنويات مالتنا لو ما تطلع. لا هم ذولا كلهم موجودين. الصبح نبيع بالسنويات، نبيع مرة أخرى لهم، لأنه خاف واحد بعد ما واصل وراها نفتح شباكين هنا نستلم الوصولات ندورها المفرد، ياهل نلقى سنويته موجودة ناخذ الوصل من عنده نقول له هاي سنويتك، روح انتظر باللوحات، راح نطلع اللوحات وتجي كوجبة ثانية ثالثة رابعة وهكذا إلى نهاية الدوام. هذا صحيح لو مو صحيح؟ صحيح عندكم؟ احنا حاسبات عندنا 3 بس انا احكي لك حاسبات 3. السيد مدير المرور العام مشكور وفدنا بحاسبات اضعاف هذا العدد، وان شاء الله كلهم راح ندخل. احنا ما عندنا تسجيل يوميا 400 الى 500 سياره الحاسبات وين تلحق تدخل. لحد الان عدد السيارات المسجله بهذا الموقع اللي صار شهرين 3 14,000 سياره اقل شيء. هذا سيدي ابريق المعامله يستلم المواطن السياره، نعم، يراجع المعاملين نفس يوم يدزوها الشركه يدزوها اليوم باصل ويخلص. نعم. يعني قد تطول المعامله هنا انجازها وتسليمها. هنا هم توم استلمت 4 ساعات توم استلمت الصبح وصمت، هسه خلصت اعطوني وصل تثبيت لوحات. اوعى السيد مدير المرور العام مشكور انه اللوحات يوميا توصل لنا. عمار ياسر نعم. في كثير من الأحيان قبل 3 أشهر 4 أشهر الكثير كانت ترد من الشكل كان هناك توجيه أن ننتقل إلى هذا الموقع، وانتقلنا ونلتقي بالسيد العميد سعد من موقع الإسكندرية، سعد خضير عباس من موقع الإسكندرية. مساء الخيرات. اهلا وسهلا، مساء الخيرات، نتشرف بكم. الله يخليك سيدي. احنا لاحظنا بالبدايه الدخول قبل ما ندخل موقع تثبيت اللوحات، اريد بصوره مختصره وسريعه الاجراءات. المواطن يستلم مركبته من الشركه العامه، راسا شو يسوي؟ رأسا يجيب لنا المعاملة مالته، عندنا لجان فحص، يفحص السيارة ثم يخصص رقم موجود في الموقع الأول وبإشراف العميد جاسم، ومن بعد ذلك يقص وصل
12,000 دينار مال لوحة، وبعدها يجي الموقع لهنا يراجع يقص وصل 20 مال سنوية، وبعد ذلك تدقيق المعاملة ومن ثم التسجيل ويستلم سنويته. وإذا كانت اللوحة متوفرة لدينا نثبت للوحة في موقع تثبيت اللوحات ويتوكل على الله المواطن. برأيك سيدي العزيز، نعم. ايش قد تطول عملية يستلم سيارته؟ مو تثبيت اللوحة، تثبيت اللوحة هاي تروح المعهد ويطبعون اللوحات احنا ويجيبوها في نفس اليوم انجازها وادخال المعلومات والسنوية. احنا في نفس اليوم ننجز المعاملة. من حضرنا للموقع بدينا بحمد الله للعمل، والحمد لله نجحت هذه الخطة، وحاليا المواطن يجي لهنا وياخذ سنويته بكل رحابة الصدر، واحنا الممنونين له. وانا هم ممنون لكم وشاكر نعم لكم. منك. أعزائي المشاهدين، منطقة الكمالية أعتقد خلال برنامج وقفة مرورية خلال السنتين أو 3 سنوات، وبالمناسبة يمكن بعد 3 أيام ذكرى مرور 3 سنوات على انطلاق برنامج وقفة مرورية، ولذلك احنا سعيدين بتواصلنا وياكم مع المشاهدين الكرام. منطقة الكمالية أعتقد هذا ثالث تقرير اليوم راح نبثه. بالتقرير الأول كانت هناك أعمال حفريات بالبداية، التقرير الثاني لأعمال الحفريات كانت بمنطقة العبيدي وعرضنا الشارع وحالة الشارع، أعمال الحفريات انتهت. شوفوا التقرير الثالث ويانا. أعزائي المشاهدين، شكاوي كثيرا طرحت من خلال شبكة الإعلام، موقع البريد الإلكتروني في مديرية المرور العامة. منطقة الكمالية، شارع الكمالية من الفضيلية باتجاه الكمالية باتجاه البدالة العبيدي ومن ثم الساحة. قبل 2 أو 3 سنوات كان هناك مشروع إنشاء خط استراتيجي وراها خط مياه ثقيلة، وراها خط مشروع ماء الرصافة. احنا جينا اثناء جولتنا الشرطي صباح حسن، الله يساعدك صباح. اهلا وسهلا بك سيد. صباح، انت هسه متوقف هنا. نعم سيد. شنو معلوماتك على هذا الشارع؟ هاي الحفريات هسه اللي متروكه يعني تم ردمها، لكن الشارع اللي نشوفه ما يشتغل بكامل طاقته، شنو معلوماتك؟ ايش قد صار لها هاي؟ سيد هاي صار هالوضعيه هاي صار لها 3 سنين. نعم. 3 سنين احنا نركض وراهم، نجي من الصبح ما عندهم الا ب 12. يعني جابوها من هناك، هسه قاعد يبلطون بالعبيد هم تبليط، بس قالوا يمكن من العبيد ونرجع هنا نبلط. حاليا عندهم هنا بالساحه بعض الاعمال متروكه، ما شفت ولا عامل يمه، شفت ماكينه ومتروكه. نعم سيدي، هم قالوا بس ننصبها نرجع نبلط من هناك واحنا طالعين قبل. وليس ماكو شيء. اشكرك ابوي، اشكرك. نظم السير يا ابا، نظم السير. اعزائي المشاهدين، طبعا اثناء كلامي لاحظوا يقول خلصنا عميد عمار، باعوا الصياح، انا مالي دخل بهذا. لكن الوضعيه كالاتي: قبل 2 أو 2.5 بدا هناك مشروع ضخم، انتهى المشروع، مشروع ماء الرصافه. ما عندنا مشكله، هذه بناء البنيه التحتيه للبلد ماكو اي مشكله بها، لكن اهالي المنطقه حقيقه معاناتهم من عده نواحي. اولا هذا الشارع اللي تشوفوا الرصيف لحد الان يعني حاطين صبات كونكريتيه نتيجه حوادث المركبات فيها، قسم منها طالع على الشارع بالليل اذا اناره ماكو، فهي يعتبروا الحوادث مشكله. يعني خبروني اكثر من حادث وقع من هذه المنطقه. الشغله الثانيه تصير مخالفات عكس الاتجاه قريب من الاعداديه، يعني من الفضيليه باتجاه الكماليه. ليش؟ اهالي المنطقه منا من تضبط عكس الاتجاه يقول لك انا ما عندي استداره، لازم يتوجه وين؟ للاستداره اللي مقابل البداله، مقابل البداله مال الكماليه، بداله الخنساء، الاستداره من هناك، ومن ثم يرجعون باتجاه الفضيليه باتجاه تقاطع الفضيليه. شفتوا الازدحام واحنا الساعه تقريبا ب 12:30، اذا صباحا كيف هو الزحام المروري؟ المقترحات: اولا يا ريت على الاقل حد هذا الشارع تشوفون الاطيان، الشارع مدى يستخدم بطاقته الكامله نهائيا، يعني قرب الاستداره، من الاستداره من البداله لغايه العبيدي انا شفت الشارع مكسي بشطوره موجوده، الاناره موجوده، كل شيء كامل. هنا اناره موجوده، رصيف غير نظامي ما موجود، متضرر هوايه، شارع متضرر هوايه. نعم احنا قادمين على فصل الشتاء، وفصل الشتاء إذا الأمطار اشتغلت هنا فراح يصير مشكلة، تجمع المياه هنا مشكلة. شفنا عمل ماكو هنا ضمن الموقع متروك نهائيا، فقط شفنا حادلة مقابل الإعدادية وبدون شخص يشغلها واكو تحويله. يا ريت تكملوا العمل، فتحوا الشارع حتى لو سبيس حتى التحويله نخلص منها، وبعدين انتم من كساء خبروني انه كساء منطقة العبيدي موجود. أرجو الإخوان كافة السادة المسؤولين على هذا الشارع الاهتمام به، لأنه فصل الشتاء قادم. إذا ما كمل فصل الشتاء فرح نرجع إلى نفس ما مروا بأهالي الكمالية والعبيدي العام الماضي. تحياتي للجميع وبارك الله
في كل يد تمتد وتبني بلدنا، تبني بغدادنا، تبني محافظاتنا وهذا الشارع حتى نخلص الناس من هاي شكرا جزيلا. أعزائي المشاهدين، طبعا احنا حتى نكون أمينين صادقين دققنا اليوم، هذا التصوير كان قبل أسبوعين أو أسبوعين ونص، خبرونا أنه لا زال الواقع الحال بالعبيدية عم بدأ الإكساء، بدأ صب المناطق من هذا الشارع.